كيف ما كاينين صحبات مزيانين كاينين حتى صحبات خايبين، وما فيها باس لأن الإنسان يرد البال، وخصوصا البنات كيحقدوا على بعضياتهم. البنت كتكون ما كتحملكش وكتكرهك وتحقد عليك وغيرة منك، وفي نفس الوقت تلقايها مصاحبة معاك وحبيبتي وانتي صاحبتي وبحال اختي وتنافقك في وجهك، وهي في الحقيقة ما كرهتش تقطعك طرف طرف وترميك الكلاب ياكلوك، وهي تبقى كتشوف فيك. وهذا الشيء هو اللي وقع لي انا. غادي نعاود لكم قصتي من الاول باش تفهموا مزيان على اشنو كنهضر. انا وصاحبتي كوثر من صغرنا وحنا صحابات، كنا كنقراو مجموعين، درنا الصيدله بجوج وتخرجنا بجوج. انا من واحد العائله المتوسطه الحمد لله، ما عندناش وما خاصناش، ولكن في نفس الوقت والدينا ما عمرهم ما حسونا بالنقص. قراونا احسن قرايه ولبسونا احسن لباس وكيتعاملوا معنا احسن معامله. المهم ما نقصنا حتى شي حاجه الحمد لله. وصاحبتي كوثر كانت من عائله لاباس عليها، ماشي بحالنا هكا كيف ما تيقولوا ملعقين. انا منين تخرجت من الصيدله كنت خدمت في واحد الشركه ديال الادويه، والحمد لله كنت فرحانه بخدمتي، وكل شيء الناس كنت عزيزه عليهم حيت كنت اجتماعيه مع كل شيء، وفي نفس الوقت داخله سوق راسي. ما عنديش مع ديك البسالات والخروج والتقزقيز مع البنات وداك الشيء، كنت ثقيله ورزينه ما فياش بتاتا ديك الخفه ديال البنات. وصاحبتي فاش تخرجت بما ان باها لاباس عليه كيف قلت لكم فتح ليها صيدليه، وصراحه ما نكذبش عليكم فرحت ليها بزاف. فرحت لها من فتحت الصيدليه بيني بينكم بحال فتحتها انا، وحتى هي كانت فرحانه بها. والحمد لله بجوجنا كنا خدامين وكنا مرتاحين في الخدمه ديالنا. وواخا هكاك الصداقه ديالنا بقات، واخا تفرقنا على بعضياتنا كل وحده والخدمه ديالها، ولكن مره كنا كنتلاقاو وكنخرجوا وكنشربوا قهوه، وبعض المرات كنمشيو كنتقداو حويجات مع بعضياتنا. المهم العلاقه ديالنا بقات مستمره، واخا ما بقيناش كنتشوفوا كيف ما موالفين بحال كيف كنا كنقراو زعما يوميا، ولكن المهم بقات العلاقه مستمره كيف ما قلت لكم. المهم كان دازت الايام حتى لواحد النهار كانت عيطات ليا صاحبتي وقالت لي فين كتعاودي فين شدها، فين غبرتي؟ قلت لها والو راهي الخدمه انت عارفه الضغط ديال الخدمه وهذا والله ما كنسالي نحك راسي. قالت لي صافي دوزي عندي اليوم ان شاء الله الفرماسيه نخرجوا نتغداو انا وياك ومن بعد نخرجوا شويه. انا قلت لها غير سمحي لي اختي اليوم والله ما مساليه. قلت لها انا عندي الخدمه بزاف ومنين غنسالي الخدمه غادي نخرج باش يلا نوجد راسي، حيت باقا تابعاني عندي العرس ديال بنت خالتي خاصني نحضر معاهم. صافي قالت لي والو خاصك جي عندي انا راه ضمنت على الماكله جي تغداي معايا وسيري. انا قلت لها الله يهديك صاحبتي خلي حتى الغدا وندوز عندك ونجلسوا في خاطرنا. قلت لها اليوم راه عندي عامر عندي العرس وما مساليش وعندي بزاف د الحوايج نقضيها، خلي حتى الغدا ان شاء الله ونجي لعندك. صافي قالت لي والو نو تجي عندي اليوم ضروري خاصك تجي عندي، وبغيت نهضر معاك في شي حاجه مهمه وتوحشتك وهذا من هنا من لهيه، رغم انه ما دوزش شي وقت طويل باش ما شفناش بعضياتنا، يعني كانت شي 3 ايام باش شفتها، ولكن اصرت عليا واحد الاصرار كبير باش انني نمشي نشوفها في هذاك النهار بالضبط. وفعلا انا ما بغيتهاش تقلق مني، وفعلا مشيت لعندها درت لها خاطرها ومشيت لعندها الصيدليه. لقيتها ديجا وصلت على الماكله تغدينا وصافي بقينا كنهضروا وانا كنتسناها تهضر معايا في الموضوع المهم اللي قالت لك بغات تهضر معايا فيه، ولكن ما قالت لي حتى شي حاجه مهمه. صافي بقينا كنهضروا غير هضره خاويه بحال هكا. صافي وانا نقول لها ايوا كوثر علاش عيطتي ليا؟ اشنو كاين؟ ياك لاباس شي جديد؟ اشنو هذا الموضوع المهم اللي قلتي لي راه غادي نهضر معاك فيه؟ ايوا صافي السيده تقلقات قالت لي انا فين ما بغيت نتلاقى معك ونهضر معك خاص يكون عندي شي موضوع مهم خاصني نهضر معك فيه. ايوا قالت لي انا بغيت غير نشوفك ونهضر معك، ما كاين لا موضوع مهم لا والو، انا كنت بغيت نشوفك وعيطت عليك وخاصك تجي عندي حيت انتي صاحبتي الوحيده زعما. وانا بقيت غير كنشوف فيها مصدومه ومستغربه وبقيت كنضحك.
وصافي قلت لها وانا زعما راه كنجي عندك ديما وديما كنتشوفوا، غير اليوم راه عندي ظروف وكتعرفي مضغوطه مع الوقت وعندي بزاف د الاغراض خصني نقضيهم وانت عارفه شنو كاين، راني عاودت لك زعما. صافي تقلقات وقالت لي ياك زعما العرس ديال بنت خالتك حسن مني. وصافي بغيت ندير لها خاطرها، قلت لها لا نتيا احسن ليا من عرس بنت خالتي، غير بقى ليا على خاطرك، ما بغيتهاش تقلق زعما. ايوا صافي من بعد منين تغدينا مع بعضياتنا هضرنا شويه وخرجت من عندها وانا صراحه مستغربه. قلت ويلي شوف هاد كوثر حميقه مع راسها. صافي ما درت في بالي والو عادي، ومشيت كنجري للدار، خديت طاكسي مشيت يلا باش نلحق راسي، باش نوجد ونلبس حويجاتي وهذا ونتقد حتى انا باش نحضر مع الناس. ايوا مشيت للدار لقيت الام ديالي لبسات وتقدت واختي كذلك، بقيت غير انا يعني كيتسناوني غير انا باش نلبس ونتقد باش يخرجوا. صافي دخلت دغيا كنجري دوشت وخرجت لبست حويجاتي، لبست كشيطي، درت مكياج خفيف، صوبت شعري. ايوا وخرجنا للعرس. في الصراحه داز العرس غزال. من بعد ما داز واحد الوقت تقريبا داز النص في العرس، بديت واحد شويه كنحس باللي المعده ديالي كضرني وكنحس بالدوخه وبالتقيه. قلتها لمي قالت لي راه غتكون هذه غير الماكله الزنقه اللي كتاكلي. صافي قلت لها فعلا هذاك الشيء اللي كليت انا وكوثر يمكن هو اللي ضرني اليوم، حيت هو اللي كليت، حيت لقيتها اصلا جايبه الماكله من الزنقه. صافي قلت راه هي اللي ضرتني هذيك الماكله اللي كليت معاها. ايوا صافي دوزت هذاك العرس كامل وانا كنتوجع. سال العرس وجيت للدار وانا مريضه مهلوكه. ايوا الصباح ما قدرتش انني نمشي للخدمه، عرفتي صبحت من دقدقه لواحد الدرجه ما كتصورش، ومعدتي قتلاتني والدوخه ما بغاتش تحيد مني. ايوا صافي بقيت النهار كامل وانا هكاك. صافي امي شافتني هكاك وهزاتني ووداتني للسبيطار. صراحه منين دخلت عندهم قالوا لي راه ما عندك والو، راه هي شويه ديال الارهاق والعيا. واخا انا صراحه كنت شاكه في شي تسمم من داكشي اللي كليت، ولكن منين عيطت للكوثر وسولت فيها قالت لي بلي انا ما وقع لي والو. وقلت صافي راهي ماشي من الماكله، حيت الماكله اللي كنا كلينا راه كلينها بجوج، يعني الا كانت حتى هي نفس المشكل راه غنقول الماكله، ولكن ماشي من الماكله اللي كليت. صافي قلت راه العيا واقع نيت بصح كيف ما قالوا لي، اولا الماكله اللي كليت في العرس ولا تقلت بزاف. المهم انا هادشي اللي قلت في بالي. ايوا صافي بقيت على هذاك الحال مده. وقت ما كنوض مع الصباح كنبغي نمشي لخدمتي ما كنقدرش، كيجيني واحد الارهاق وواحد العيا ما نقولش لكم ما كنقدرش نمشي. صافي وبقيت على هذاك الحال مريضه وعيانه وما قداش. واخا هكا كانت كتجي عندي كوثر، كانت كتجي عندي وكتطلع ليا، ومع الوقت بديت كنتحسن شويه. صافي وبقيت كنفكر انني باش نرجع لخدمتي. ايوا صافي قبل ما نمشي للخدمه كان جا عندي الاب ديالي وقال لي بلي راه واحد السيد شافك وعجبتي وبغى يجي يخطبك. قال لي صافي تعرفي عليه وتعرفي على عائلته، وإلا تفاهمتوا مع بعضياتكم الله يسخر. فعلا داكشي اللي كان. صليت صلاة الاستخارة، من موراها جا داك السيد وجاب معاه عائلته، جلسنا معاهم وهضرنا معاهم، والصراحة عجبوني، لا هو لا عائلته. وخصوص